اهلا بحضرتك يا استاذ رشا. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اسعد الله صباحك. شكرا. أنا شفت سؤالك، لماذا الجزائر تحشر نفسها ولا أنفها في مسألة الصحراء نعم. أوكي. هو نفسها في الحقيقة لما مصري أو شيفور تاكسي يحشر نفسه في قضية بين المغرب والجزائر. برافو عليك. برضه ما قلتيش يا استاذ، انت ردك ايه؟ يعني ايه هو السبب من فضلك؟ سبب سبب ان واش؟ ان الجنرالات الجزائر يحشروا انفهم في هذه القضيه منذ 60 عاما. لماذا؟ ايه السبب؟ هو نفس السبب اللي خلى مصري كيفك يحشر نفسه في قضية لا تخصه. لا انا ادافع عن الحق ومن بس. قال لك أنه الحق؟ ومن نصبك لتقول أنه حق؟ هذا هي حقك هي انت. هي هي مطروحة على الأمم المتحدة، ما فصلوش فيها، من قال لك أنها الحق؟ ولن يفصلوا فيها ولو بعد 1000 سنه. ابشرك أوكي، يعني. سننتظر، إذا لا تقول أنها حق. لا، انتم تنتظروا. انتم لا تنتظروا، انتظروا 1000 عام من أنا لا دلوقتي. أنتظر شيء، هي مطروحة يعني، وليست الجزائر من وضعها في الأمم المتحدة. طيب، هو سؤال برضه أستاذة، هو سؤال يعني. الجزائر كعضو مراقب مثلها مثل الأخ اللي تدخل وهو برازيلي، مثل أي هذا دوميدا برازيلي. إسبانيا تدخلت، دوميدا محامي إسباني تدخل، دوميدا محامي برازيلي. إسباني برازيلي. طب أي ودوميدا إنسان أستاذة، يعني مراسل لقضية عادلة يعني عادي. دوميدا برازيلي يا أستاذة، دوميدا برازيلي. هناك برازيلي طبعا. دومير برازيلي، دومير برازيلي. لا لا، أنا أتكلم أي إنسان يؤمن بأي هذا قضية عادلة. الجزائر كعضو مراقب هي وموريتانيا وهذا يعني شيء، عادي، هذا حتى رسالة من ليبيا. أنت السودان. تعرف أنه من دعم البوليزاريو هي ليبيا في البداية. هي قضية عادلة وسيحكم الأمم المتحدة، هي قضية مطروحة على الأمم المتحدة. ليس لك الحق أن تقول من صاحب الحق حتى الفصل فيها يا رزق المدني. ولماذا أنتم وضعتم أنفكم وقلتم أن هناك حق ليس لهؤلاء نحن، الناس؟ بل الأمم المتحدة من قررت ذلك كعضو مراقب. طيب كم سنة يا أستاذة حضرتك هذه القضية في الأمم المتحدة؟ هل تعرف؟ لا يهمني السنوات. الجزائر ظلت مستعمرة فرنسا 130 سنة وأخذنا الاستقلال. ولو تكلمت على سيناء، أنا شفتك لما تكلمت على سيناء، يعني الجزائر كان لها الفضل كذلك في تحرير سيناء. عادي، الجزائر تقف مع القضايا العادلة. هذه أكذوبة يا أستاذة. هذه أكذوبة اللي أنت شكرا بتحكيها. على الجست. يعني ولما تحب تعرف العلماء يعني هذه أكذوبة يا أستاذة. الجزائريين. لا بس بالراحة يا أستاذة، بالراحة. تفضل. واحدة واحدة. تفضل. موضوع سيناء هذه أكذوبة أنتم صدقتوها، وأنا بسيبك والله لا تتكلموا يا فيها أخي، هذه براحتكم. باعترافات لا لا لا، باعترافات، هذا تاريخ يعني، ولا تنكره هنا يا رزق. لا هذا لا تاريخ أنا مدون، أرى أن تاريخ أحترم يا واحد. باعتراف رؤسائك وباعتراف أحترم واحدة. جنرالاتك. هذا تاريخ يا رزق، هذا تاريخ. لا لم تخلي أقل التيك أستاذة توك رشا. وزوجة مغربية تغير لك التاريخ، لا. لا يا أستاذة وحياة أرجوك لا الطربوش، تتدخلي. وحياة طربوشك يا اللي لابسه. يا أستاذة أرجوك احترمي نفسك ولا تتدخلي في حياتي الشخصية لا من فضلك. والله أنا محترمة لا لأبعد لا لا من حد فضلك، يعني، لا هذا احترمي، تاريخ احترمي يا نفسك. رزق المدني، هذا احترمي تاريخ. نفسك ولا تتدخلي في حياتي الشخصية لو سمحتي. لا لا، أنا ما فالناس ما تكلمتش تاخدوش. على حياتك الشخصية، أنا قلت أمال لك إيه؟ هذا تاريخ يا لا رزق لا لا، أمال المدني إيه باعتراف. متزوج مغربية أنا ومش نقدر متزوج؟ لا نجيب لحظة لك. بس. أنت شفت أمال إيه متزوج مذكرات طه مغربية؟ مش حسين؟ فاهم أنت ما شفت علاقة المغربية. المذكرات الكاتب طه يا حسين؟ أستاذة، يا أستاذة، ما علاقة المغربية زوجتي أو زوجتي لا بأن لا، أنا لأنه تاريخ. من أنت راح العيب هذا تمحي الكلام. تاريخ بين الدول يا رزق، ما أنت راح فيش يا تمحي تاريخ أستاذة، أنتم مجرد اللي عايشين أنك بكل. يعني. أنتم اللي عايشين في هذا الوهم. أعمل لكم أنا إيه يعني؟ لا، خلاص براحتكم. جاوبني بارك، جاوبني أخطيك. تفضل. 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 ما هو سؤالك يا لا، أستاذة؟ أنا قلت لك هذا تاريخ يا رزق. احنا باعتراف يعني رؤساء سابقين، باعتراف جنرالات، باعتراف يعني هذا تاريخ لا ننكره. لا ننكر جميل الأخوة العرب يعني بين بعض. جميل. كل قضية على حدة، ما تخلطش طيب الأمور. خليني يا أستاذ أرجوك في البلوزاريو، وخلينا أوكي. كمان في كاتالونيا. لماذا مثلا لم أرى أسلحة وصواريخ ونظام
ذهبت من الجزائر العاصمة إلى لا، إقليم. لماذا؟ احنا لم نعطي صواريخ واسلحه يعني للبوليزاريو، هم لاجئين كي اي دوله، مثل ما تستقبل مصر لاجئين من سوريا والسودان، ويعني مصر دوله اللي نعرفها وهل انا مصر مع القضايا العادله. وهل مصر يا تفضل. أخي الكريم سلحت السوريين؟ هل مصر سلحت السودانيين؟ لا، نحن اعطيني دليل يا رزق اننا سلحنا بوليزاريو، والله لو تخرج لي الدليل راح نخرج انا من تيك توك الان. لا لا، اعطيني دليل، يعني دليل قاطع اننا سلحنا البوليزاريو. سؤال منطقي جدا. أنا أسأل لحضرتك يعني إن لم تكون أنتم الذين سلحتم البوليزاريو بشكل أو بآخر، إذا بلدكم بلد مخترقة. كيف لا، يعني؟ عندهم حدود مع دول اخرى، واحنا نعرفوا الدعم الليبي ونعرفوا يعني من قديم الزمان، وهذه ذكرها يعني حتى الراحل. يا رزق مدي. هذه قضيه مطروحه على الامم المتحده، وليست الجزائر من وضعت القضيه، ولحد الان لم يفصل فيها. ننتظر الرد وننتظر الفصل، ولكل حق حقه. يعني ما تجيش انت هنا تنصب نفسك، يعني ممكن اي انسان عنده الدليل من الطرفين، يعني سواء مغربي، جزائري، هندي، ليبي، موريتاني، كعضو مراقب، كدولة جارة، كدولة تعلم التاريخ، أي مؤرخ ولا أي إنسان يملك الدليل من حقه يذهب الاتحاد الأمم المتحدة ويقدم الدليل كقضية مطروحة، يعني كقضية مطروحة. أنا متفق مع حضرتك يعني. لكن العنصرية هذيك يبلوها ويشربوا ميتها، احنا مشنا في زريبة. هذا مجتمع دولي وقانون دولي يا رزق. أي مجتمع دولي يا أستاذة، أي مجتمع دولي. أنت بتصدقي الاتحاد الأوروبي مثلا سيجبر المغرب على أن يفعل شيء؟ أنا لم أقل سيجبر، هو لم يستطع إجبار البوليزاريو، ولا لم يستطع إجبار الشعب الصحراوي أنه يتخلى عن قضيته حتى يجبر المغرب. أنا هنا لم أنصب نفسي كمحامي للطرفين. أنا قلت لك هذه موضوعة. سأسألك سؤال ثاني. ما شاء الله يعني الجزائر فاتحة يعني خزائنها المالية والغذائية والعسكرية. قال لك يا بتكلم بس يا أستاذة. أنا نجبد لك، راح نجاوبك في القضية هذه. راح نجاوبك في القضية هذه. أنت تدخل الأمم المتحدة صفحة اللاجئين، ستعرف من يمول البوليزاريو اللي تتكلم عليه. حتى المغرب لها نصيب. راح نكمل هناك جمعيات دولية والهلال الأحمر، هناك جمعيات دولية. الجزائر استقبلت العائلات، وهناك اعتراف من السفير الفرنسي بضربهم بطائرة الجاكوار في جامعات مغربية، وعندنا تصريح السفير الفرنسي. كان هناك لاجئين يعني من أطفال وعائلات هربوا ضربهم بالصواريخ. ما رأيك لو أن يعني شعب القبائل أراد أن يستقل عن الدولة الجزائرية، هل الجنرالات ألي يقصفوهم بالنابلم وبالقنابل الذرية؟ سؤالك لو أن شعب القبائل أراد احنا في الجزائر يا الرزق المدني، انت ما تعرفش طبيعه. احنا كنا امازيغ، احنا كنا قبائل في كل ولايه يوجد. فيقصفون الجزائر كامله. اذا نحن في كل ولايه القبائل في كل ولايات الجزائر يوجد قبائل. في منطقه قبليه معروفه بخصوصيتها، ومعروفه بان هي تقريبا تكاد تكون يعني دوله، ممكن تشكل دوله من الصباح سكانا والموارد والجغرافيا كل شيء. ماذا لو أن مجموعة من الناس خرجوا 100,000 مثلا 20,000؟ أنا خليتك تغير الموضوع يا رزق مدني، وهذا دليل على الضعف أولا، وثانيا أنا راح نجاوبك. لا، غيرت الموضوع لكن راح عندي الإجابة. عندي الإجابة. لماذا أنت غيرت الموضوع لكن عندي الإجابة. لو أن النظام الجزائري قام 20,000 وطلبوا بالاستقلال عن هذا، راح أجاوبك. سيضربونهم بالنابلم وبالقنابل الذرية. أنا لا أقرأ المستقبل يا رزق المدني. لو عندنا قضية راح نجاوبك. اسمح لي نجاوب، أنا سمعت السؤال. شكرا. لو عندنا قضية تصفية استعمار
في الأمم المتحدة بين العرب والقبائل سيتم طرحها، تقول سيتم طرحها، ابشري والله العظيم، ابشرك والله ستطرح أه؟ قريبا، ستطرح اوكي قريبا ان شاء الله اوكي. في برضه لا الامم لما المتحده. تطرح يا رزق لما ستطرح على ذيك قلت لك انا لا اقرا المستقبل. لما تطرح نتلاقاو في لايف اخر ان شاء الله. الان ان شاء الله عندك رب موضوع العالمين. مطروح، يعني نتكلموا في الموضوع المطروح وستطرح نخلوها يعني نخليوها للمستقبل والعلم الغيب. طب ما تقولي لي ماذا يمكن ان تكون رد فعل الدوله الجزائريه لو انه بالفعل قام هؤلاء الناس بالاستقلال وقيام دوله انفصاليه؟ انا لا اقرا المستقبل يا لا رزق. لا، انا انا اقرا المستقبل ده، انا اقرا لا لا المستقبل. لا اقرا المستقبل. اقول لك يا ناقش لي استاذه، قضيه مطروحه على ناقش لي قضيه ممتاز، مطروحه الان. جميله جدا لا يا أقرأ استاذه. المستقبل. أنت لا تعرف طبيعة لا الشعب لا، الجزائري. لا انت أقرأ لا تقرا المستقبل. المستقبل، انا دوري اقرا طيب. المستقبل واعد لا له أنا يا أنا لا استاذه. أقرأ لا المستقبل يا لا، رزق المستقبل المدني. أنا يا خليتك استاذ. تغير الموضوع، لا كمل مع موضوعنا زي ما الإخوان هو، في الموضوع. موضوعنا زي ما هو، لا لا، موضوعنا زي ما هو، لا لا موضوعنا ليس. اسمعيني أنا أرجوك، جاوبتك. اسمعيني. الانفصال لا يجب ان ترفعوا تغيير الموضوع هذا ضعف يا رزق. يجب ان تتطهروا من هذا الرجس المسمى تغيير بالحرب. الموضوع بس تغيير الموضوع يعني ضعف يا رزق. تغيير الموضوع أنا ما تخليش واحدة يعني معلوماتها بسيطة كيف تخليك تبدل موضوع حلقتك. اذا انت طالعه يعني هالفتره وخلاص، مش فاهم انا ولا ايه يعني؟ انت يعني لا لا مش هالفترة. أنا قلت لك أنا لست منجمة ولا أقرأ المستقبل. اسمعيني بس يا بنوته، لا أنا اسمعيني بس يا بنوته. عجباني يعني. أنا دخلت لست على القبعه، بنوتة. دخلت لا على القبعه، عجباني على الزوجه القبعة المغربيه، يعني والله. لانه هي مش عارف لايقة على اللوك. على ضرب المغاربه لايقة على بالنظام، اللوك مش عارف يا ايه. رزق. هي القبعة لايقة تفضلي. على اللوك يعني. أنت انا اشكرك جميل يا في استاذ. القبعة. غصب عنك طبعا، مش بمزاجك يعني. لا لا عادي يعني. لا هذا عارف ان من انا هذه جميل، من هذه عارف ان من انا جميل اللباقة قبل يعني. ان اراك يعني، عارف ان انا جميل الحمد لله قبل ان اراك. لا هذه من سمعتني؟ اللباقة لم وفقط تجاوبيني يا برضه، رزق. لا تتعصب لم يا رزق. تجاوبيني. سؤالي لا تتعصب لماذا يا يزيد رزق. الجزائريين انفهم في هذه القضيه؟ رد على سؤالي. لا واضح السؤال. تتعصب يا رزق. أنا انا مش جاوبتك متعصب. على أنا جاوبتك. ايوه ردك هو، ولماذا ما لم تمولوا ايضا تتعصبش يا بالنظام أخي. لا والصواريخ تتعصب. كاتالونيا؟ رد على سؤالي. لا تتعصب والله. أجبتك يعني. أرجع للتسجيل دوك تلقاني جاوبتك يعني إجابة شكرا. صارحة وواضحة. انت بتهربي عفوا للاسف. واسمح لي اني خليتك تتعصب يعني. مش عايز تقولي انك نظام مجرم يدس انفه في كل قضايا اللي ممكن تقسم فيها الدول. لا يا اخي. لا لا لا. انا جاوبتك واجابه يا سلام شافيه على جمالك وكافيه. وبراءتك، بريئه جدا صدقني. اشرب لك جداً كاس جداً. يعني ليمون راح يهدي اعصابك. كاس ليمون انا راح بشرب يهدي. ليمون قبل ان اراك انت ولا كل والله جنرالاتك. يعني كاس ليمون راح يكون مفيد يعني. انا نشوف حتى جميلة من انت، وجهك يا يعني. لطيفه، لا يا انت لطيفه انت جدا تعصبت. بصراحه، لطيفه جدا بصراحه. شكرا والله على ليه، على لطفك يا جزائريه. عفوا الاخ رزق. شكرا يا جزائريه، شكرا يا اختي الكريمه. شكرا يا مصري يا يا سيدي. جزائريه. شكرا. على شكرا لطفك. يا مصري. شكرا. يلا يا جميله، مع السلامه. يلا يا جميل. طالعين تهلفطوا خلاص. اذا بكل اسف ما عندهاش رد ايجابي. تقول لك اصل برنيطه وانت متجوز مغربيه. انت مالك يا ست ام البرنيطه؟ ما عجباني يا ست البرنيطه، انت مالك ومال البرنيطه؟ ها؟ طبعا الذباب، انتوا عارفين الذباب الجنرالات دلوقتي نايمين بينفقوا. على فكره الجزائر بتنفق ملايين دلوقتي، ملايين على هؤلاء الناس جالسين ليل ونهار قدام اجهزه يدفع لهم علشان خاطر والله ثم والله انا استمع الى الله يرحمه الشيخ كشك رحمه الله عليه، قال كلاما بديعا والله في بخروبه. والله العظيم انا كان عندي شك في الراجل ده، ثوري بنى الجزائر. واسم الشيخ كشك بالنسبه لي انا اصلا يعني جاب معايا من الاخر. اسمعوا ماذا قال الشيخ كشك عن بخروبه. ماذا قال عن بخروبه؟ هذه الشخصيات التي خربت بلادنا العربيه كان ينعس على التخريب والتقسيم. ماذا قدم ابو خروبه للشعب الجزائري؟ ماذا قدم اصلا الجزائريين كلهم كده لكوكب الارض؟ اديني اسم واحد كده عالم كبير
يهتدى به مثلا في الفيزياء الجزائري، ده حتى يعني مثلا في الادب، مثلا في الادب، في التاريخ، فين يا عم الحاج؟ ده طبيعي، دوله 20 سنه ولا 40 سنه لسه اول امبارح على هامش التاريخ، وعايزه تناطح دوله، عايزه تناطح دوله، مش بس كمان، وعايزه تقسم الدوله. انتوا مستفيدين ايه؟ وطبعا هذا هو شغل العسكر، شغل الذين يحركونهم من فرنسا، رعايتهم في المنطقة، هم رعاة المنطقة، رعاة فرنسا في المنطقة، هذا النظام العسكري بكل أسف شديد. وأتحداهم يقولوا لي، أتحداهم، لماذا لم تؤيدوا وتناصروا وترسلوا السلاح إلى كتالونيا، الشعب الغلبان ده؟ ماذا أنتم فاعلون لو خرجت أيضا كده 100,000 عندكم في القبائل؟ ماذا سيتعامل معهم الجنرالات؟ إذا كان الجنرالات قتلوا 250,000 عشان المدنيين اقتربوا من السلطة، اقتربوا من السلطة، قتلوا 250,000 جزائري، عشان بس قالوا عايزين نحكم البلد. نشوف بقى إذا لو خرج ناس يطالبوا من هم تستقل هذا الإقليم. على فكرة أنا مش مع التقسيم، أنا مش مع القبائل، أكون واضح جدا، أنا مش مع، وعمريش فتحت لايف عن القبائل ولا هفتح لايف عن القبائل إطلاقا. ليه؟ لأن أنا ضد التقسيم نهائي. عايزين نبني بلادنا. ارفعوا ايديكم يا جزائر عن البلوزاريو عشان نبني بلادنا. لا 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 لا، قضية إنسانية يا عم. إنسانية مين؟ 100,000 واحد عندك حشرهم عندك في الصحراء، قضية إنسانية، قضية عادلة. طب ما كتالونيا برضه يا أخويا قضية عادلة. لماذا لم تمول برضه كتالونيا بالسلاح والنابلم؟ طبعا أنت عارف النتيجة هتكون إيه. أنت عارف طبعا كده هيشيلوك كده ويرموك هناك في مثلث برمودا. طبعا تعلم لو انك اقتربت من كتالونيا هيشيلوك ويرموك كلك كده على بعضك في ورقه ويرموك في مثلث برمودا. لكن المغرب نناكش فيها وننكف فيها ونوجع فيها. قضيه انسانيه، ونحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه. الله، طب ما يا اخويا المغرب يا اخويا عنده سبته وبليله محتله، انتوا بتقولوا محتلين. طب ما تتفقوا كده مع المغرب وقولوا تعالوا يا مغاربه نوحد صوتنا معاكم عشان نخرج الاحتلال الاسباني. ولا بس البلوزاريو هي اللي قضيه عادله انسانيه؟